كل سنة وانتم طيبين. النهاردة قررت أشارككم زينة الكريسماس 3D زي ما انتم شايفين، تحسوا انها مجسمة، طريقتها سهلة وخاماتها بسيطة، تنفع على الحائط كزي ما انا عاملة كديكور. نشوف مع بعض ازاي دلوقتي، وكمان تنفع جدا تتعلق على شجرة الكريسماس. يلا بينا نشوف أول فكرة. معانا النهاردة 4 أفكار. هنعمل مستطيل زي ما احنا شايفين 10 في 7.5. بنعمل باترون على الورق خارجي الأول عشان ما نهدرش من الفوم بتاعنا، لو غلطنا في حاجة نقدر نقطعها ونرميها بسهولة. تنتها نصين زي ما احنا شايفين، وهرسم عليها جرس وابتدي افرغه زي ما احنا شايفين. هنعمل البندول بقى بتاع الجرس 2.5 في 5 ونتنيها نصين، وهتساعدني المسطرة الجميلة دي ان انا اعمل الدايرة اللي تحت. شغلنا كله على النص عشان لما نيجي نفرغ تبقى معانا مظبوطة من الجهتين. رسمنا الرسمة خلاص، نجيب المقص بتاعنا ونبتدي نفرغ، نفتحها. وهنا فايدة ان احنا شغلنا كل شغلنا ورسمتنا وقصتنا على النص 5 في 2.5، وابتدي اقصها وبرضو اقسمها، والمرة دي هقسم النص ده تاني لربع، ومن على الحروف نعمل كيرف، ونيجي نعمل حتة خرم صغير خالص بالمقص ونفتحها وهتبقى فيونكة. هو ده الباترون بتاعنا. ابتدي بقى اجيب عندي هنا قصاقيص فوم كتير، مش برمي اي قصقوصة، بجمعهم كلهم بينفعوا للحاجات الصغيرة دي. هنا لقيت حتة حلوة كده فاضي تنفع شكل الجرس بتاعنا على قدها، وهنا رسمت عليها كمان البندول. هبتدي افرغهم وهم كده معانا. وهنجيب مكوة، طبعا المكوة دي شكلها باين خالص طالعان عينيها معايا. هبتدي احطها كده بالشكل ده. هنلاحظ انها هتنكمش والحروف هتدخل تنعوج كده لجوه شوية كده. خلاص نشفت. هي بتبقى على حسب التشكيل، اول ما بتنشف والتشكيل اللي انتوا بتعملوه بايديكوا عليها بتثبت عليها بعدين. وادي البندول، بصوا تحسوا انه مجسم ازاي. مجرد اي شكل بنقصه اول ما بنحطه ويتعرض للسخونية بتلاقي اطرافه بتتدور لجوه وكله كده بيبقى مكعب، فباخده بسرعة على السطح وبصوابعي بنطبطبه وبعمل التشكيل اللي انا عايزاه، وبيبقى مجسم زي الشكل اللي انتوا شايفين. ركبت هنا البندول وركبت كمان شريطة من فوق عشان نقدر نعلقها على الشجرة بتاعتنا، وكمان هنا عملت الفيونكة باللون الأحمر. بصوا أطرافها مجسمة ازاي، بس من بعيد تحسوا انها 3D ازاي جميلة. وكمان عملت منها لون ذهبي، تقدروا تعملوا الأحجام اللي انتوا عايزينها والألوان كمان. يلا بينا على الفكرة التانية. هنعمل البوت بتاع بابا نويل، طبعا مشهور جدا. أبعاد الرسمة بتاعتنا 10 في 10، سهلة. ممكن تجيبوا الشكل على التليفون وتشوفوها على شاشة التليفون من برنامج بنترست أو من على جوجل. وأدي كده عملنا طبعا باترون، وعملنا هي دي القطع بتاعتنا. هبتدي أحط البوت بتاعنا على المكوى، وبعد كده بإيدينا نبتدي نعمل التشكيل اللي قلنا عليه من النص بس، ونسيب الحواف زي ما هي مبرومة لجوه. وده الجزء الخاص اللي هو أكنه فرو بقى وكده. وهنا الزراير أو الرباط بتاع البوت، وهنا شريطة طويلة عشان نعلقها منها. الاختيار الألوان انتوا بقى براحتكم، بس عملتها أحمر عشان زي بابا نويل أحمر. وابتديت هنا ركبت كله بالشمع. الأفكار النهاردة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، وكمان لو أطفالكم وأولادكم شاركوكم فيها هتبقى ذكرى جميلة جدا جدا. هذه أنا عملة طبعا مجموعة كبيرة عشان تكفي الشجرة بتاعتنا، واستنوا كمان مني أجزاء وأفكار تانية حلوة كتير ورا بعضها. ورقة متنية حوالي
20 في 12 تنتها زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي نعمل الشجر. لو عايزين تكبروا براحتكم، من على الحواف كده بقصقص قصاقيس متساوية، وارجع بقى اسويها كلها من على الحروف مطرح كده ما علمت بالمسطرة. طبعا ده الباترون المتمكن وعايز ينفذ على طول على الفوم يشتغل على طول. هشتغل بالفوم الأخضر، وأوفر ليكم تجيبوا فرخ زي كده لأنه بجد بيبقى موفر جدا. هبتدي أعلم على الورقة بتاعتنا وأقصقص وأشيل كل الزيادة بالشكل ده. لو في رسومات تانية شفتوها وحبيتوها وحسيتوها سهلة في التنفيذ ارسموها، وبرضه اعملوا بنفس التكنيك هتبقى جميلة جدا جدا. وبرضه طبعا هنحطها على المكوى ونبتدي نشكلها بايدينا، بدوس بس من جوه، سيب الاطراف زي ما هي من على الحواف. حط نجمة حلوة، كمان هحط هنا شريطة للتعليق من الفوم. وطبعا عملنا مجموعة كبيرة بمشاركة أولادي. دعمكم بلايك هيخلوني أواصل، ولو فدتكم الإفادة ليا هي لايك والمشاهدة كاملة، وبشكركم من كل قلبي. هنا مربع 12 في 12 من اللون الذهبي. هنعمل نجمة كبيرة وجميلة، قسمتها نصين زي ما انتوا شفتوا. وعشان اعمل سن كده من النص ويتحد استخدم المكوى وبصوابعي وبططها، وبعمل النص التاني، وافضل اعمل في كل جهة زي ما انتوا شايفين عشان يبقى التنايات ليها سن كده وبروز بالشكل اللي احنا شايفينه في كل جهة، في كل نص من الانصاص وكل ربع من الرباع عشان تبقى مظبوطة بالظبط. ساعدتني مسطرة العلام ان انا اقيس. هنا كانت طولها حوالي 6 سنتي، قسمتها ل3. لما نيجي نقسم بتتقسم في نص المربع، وابتدي بمسدس الشمع واتني كل طرف على التاني. جميلة ازاي؟ لسه ليها جزء تاني عشان تبقى مجسمة قوي. هنعمل قطعة زيها بالظبط، وهبتدي ألزق الاتنين على بعض من حوافها. جميلة قوي النجمة دي، لو عملتوها حلوة جدا. ممكن تعملوها أكبر من كده وتحطوها على في مقدمة الشجرة فوق خالص في القمة، تبقى لذيذة جدا جدا. برضه هنحط لها زي تعليقة ليها صغيرة. ايه رأيكم؟ نستاهل دعمكم بلايك ولا لأ؟ شجعونا بلايك، واللي لسه أول مرة بيشاهدنا ادخلوا شوفوا بقية الأفكار. قناتنا مفيدة جدا بإذن الله تفيدكم. فعلوا الجرس عشان خاطر يصلكم كل الإشعارات وكل الفيديوهات أول بأول. عملنا مجموعة كبيرة، طبعا كل شكل عملت منه زي جرس ألوان، والبوت بس كله أحمر عندي، والشجر أخضر طبعا. وتعالوا بينا هوريكم إزاي نعمله على الحائط كشكل ديكور. كان حلو جدا جدا. طبعا كل ده بيترصص على شجرة الكريسماس مع الكور، بتبقى لذيذة. تعالوا بينا. هنا عمود كده قلت أعمل رسمة الكريسماس بالمجموعة اللي أنا عملتها الأفكار. أنا بلزق بشمع عادي خالص، عندك دبل فيس ممكن. الشمع عندي قضى الغرض، نقطة كده بيبقى تمام. ورصصت بالأسلوب اللي احنا شايفينه، وكانت مبهجة جدا جدا وجميلة جدا فعلا جدا. كده عملنا الجزء اللي فوق وهنرصص الجزء اللي تحت. احنا عملنا الكريسماس زي ما انتوا شايفين بالالوان العادية بتاعة الكريسماس، اللي هي الاخضر الاصفر الاحمر الابيض. هنعمل كمان في افكار جاية كريسماس بوهو، اللي هي الالوان اللي هي الطبيعية قوي. تابعوني باذن الله. وماتيريال برضو سهل جدا. ايه رأيكم في الشجرة الديكور اللي عملتها على الحائط؟ بسيطة جدا جدا جدا. طبعا كل الزينة دي ممكن تتعلق على الشجرة. هوريها لكم ان شاء الله قريب لما افرد شجرة الكريسماس، واوريكم بهجتها بتبقى عاملة ازاي.
تابعوني كمان في بقية السلسلة، نعمل فيديوهات تانية ورا بعضها كلها خاصة بزينة الكريسماس. دعمكم مهم جدا بلايك ومشاهدة كاملة واشتراك حلو منكم. سلام.